اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. البنات وايشكم بخير وعلى خير؟ أنا في نعمة والحمد لله. خواتاتي في الله، زدت شاركت معكم النوع السادس من حلويات العيد اللي هي بقلاوة إكسبريس أو ميم طون رويال. ما نطولش عليكم ومباشرة نذكر المقادير مع طريقة التحضير. البنات نحتاج سمن المدينة والفرينة والزهر لاباط. اول حاجه نجيبوها او نبدو بيها، نجيب غيسيبيون ونحط الباسوار ونضيف 3 كيلات فرينه. البنات انا كيلت بالكيله هذه لاني راح نخدم في المول الاسطوري. 3 كيلات كما راكم تشوفوا، نغربلهم مليح مليح باش لاباط البنات تجي خفيفه. نضيف مقدار مغرفه صغيره نتاع ملح، والبنات لازم نغربلهم. الرطب يهبط والغشين يقعد. البنات هنا كيلة نقص صباع. نفس المكيال اللي كيلت به الفرينة هو نفسه اللي كيلت به السمن. البنات انا ندير بالمدينة. تعرفوا علاش ندير بالمدينة؟ المدينة كتبسي الحاجة عينك ميزانك، ولا بالمكيال راح تلقاها هشوشة لاباط. مي كتبسي بالزبدة، الزبدة لابيل سيرتو لابيل راهي فيها الماء، تبانلك باللي مبسس ومقروض ولا اي حاجة قراقش بقلاوة وهي ماهيش مبسة، راهي نصها ماء. البنات في المرحلة هذه نضيف قسم مغرفة كبيرة نتاع خل، ونضيف مقدار هكا نتاع ماء الزهر، ونبدا نلم لاباط بصباعي. البنات في الاول البنات لميت بالماء الزهر ومن بعد نلم بالماء. البنات كما قلت لكم المره اللي فاتت انا عندي قرعه تاع ماء زهر، ضفت لها بورشون من ليكسيتري نتاع الزهر ونخدم بيها الحوايج نتاعي. شوفوا البنات هنا هاي لاباط اللي تحصلت عليها أطرية وما هيش تتلاصق في اليد. البنات نديرها في ساشي أليمونتير ونخليها ترتاح. نجو هنا البنات للحشو، أنا اختاريت هذا الكاوكاو اللي بنشورو يجيني أبن في الوصفات يعني. بما انه يعني راح نديرو فقط يعني للدار، درت هيدا وكيعود تاع كوموند راني نديرو بالكاوكاو الابيض. هنا البنات جبت كمية نتاع كاوكاو، حمصتها ورحيتها. شوفوا البنات هنا نوريلكم كيفاش تعرفوا يعني مقدار الكاوكاو اللي راح يديه البلاطو تاعكم، سواء هذا او الكبير. تعمريه بعد ما ترحيه، تعمريه في البلاطو وتدخلي صبعك وقيس هكا ما يجيك في النص نتاع الصباع. اعرفي بلي هذيك هي الكيلة اللي لازمه، لانه من بعد راح يتنفخ وراح نضيفوا له السكر. هنا درت تقدري تقولي 3 كيلات نتاع كاوكاو، معاهم كيلة ناقصة 2 أصابع نتاع سكر عادي. ونلم البنات بماء الزهر كما راكم تشوفوا. البنات هنا كيفاش تعرفي لافارس نتاعك راهي سي بون، دت يعني الكمية اللي يعني اللي تحتاجها من ماء الزهر او من السوائل. شوفي تلمي باصابع اليد كيما هكا، كيما الكسكسي، كيما راكي تطبخي في الكسكسي ترشي فيه. شوفي البنات تحكمي تبان لك بلي راهي سي بون تبلت، تحكمي كمشة بايدك هكا. كي تلمها بيدك تتلم، وكي تحلها شوفي البنات لميتها تلم، تحلها بصبعك ترجع تتحل كيما الكسكسي. هنا البنات اعرفي بلي راهي لاباط نتاعك سي بون، ما عادش تضيفي لها حتى كميه من السوائل. شوفي الرص لها تتلم، نديرها بصبعي تتحل كيما الكسكسي. اما كي تطراها ياسر ترصي لها تتلم وتحلها ما تتحلش معاك تجي كيما العجينه، اعرفي بلي راكي زيدت لها السوائل. تحطها اكوتي البنات. هنا للامانه راني ضفت لها 2 مغارف نتاع السمن. مي كنت حاسبه روحي نصور مينا ما صورتش، مي راني قلت لكم سكر ومزهر وسمن. هنا البنات نجيب لاباط نتاعي ونحلها على شكل حربوش بودان، ونقسمها الى 4 اقسام. رايحين تسائلوا وتقولوا رايحه دير نورمالمون بقلاوه ديجا من تحت لازمتها 5 6 ورقات. نعم راح ندير لها 5 ورقات. مينا قسمت البوله نتاعي الى 6 اجزاء، عفوا الى 8 اجزاء، 4 من تحت و4 من فوق. شوفوا البنات هنا خلاها اول حاجه ترتاح،
درتها دي بتي بول، ونزيد نخليها البنات ترتاح. كما نعرفو نحنا الفرينة راهي لازم ترتاح، كي ترتاح راح تتشكل معينا بكل سهولة. شوفوا عندي 8 كريرات، وانا رايحة نخدم 5 من تحت ورقات و5 من فوق ورقات. شوفوا معايا البنات الطريقة. اول حاجة طريقتي في تشكيل البقلاوة، نجيب البولة الاولى، نصب دريها بيان بيان بالنشا، مليح مليح بالنشا كيما راكم تشوفوا معايا. ما نستعملش البنات الفرينة، نستعمل النشا. نحلها على شكل هكا مستطيل صغير كيما راكم تشوفوا معايا، نحطها على جهة ونزيد نعاود نحل الحبة الثانية أو البولة الثانية نفس الطريقة على شكل مستطيل وقد أختها هذه، وندير بيناتهم النشا كمية مليحة من النشا. البنات صدقوني جت واحد البقلاوة تذوب في الفم، نودكم ونشهيكم البنات، ذوب في الفم. واللي تخاف تخدم كونتيتي كبيرة تخدم المكيال اللي خدمته أنا البنات. للأمانة كنت راح نخدم بلاطو كبير، مي ما كفانيش الوقت وما قعدتش، وكما تعرفوا ايد واحدة يعني الفطور من جهة والدنيا تفرزها من جهة واللمان والطياب والواحد وتجري عقاب يعني الحويجة الناقصة يعني للولاد، ومع يعني قيام الليل والواحد ما كفانيش الوقت وهذاك كله. وقلت ما نخرجش ولادي بلا بقلاوة. الحمد لله درت كونتيتي صغيرة وقلت لي يمكن من ناحيتوش شهوتكم منها نزيد نعاود لكم كونتيتي كبيرة. البنات هذا راهو اليوم التاسع من رمضان، 29 من رمضان. شوفوا معي البنات هنا كملت كامل الكويرات مع بعضها، وحكمت كل ربعة وحيد هكا كل ربعة مستطيلات. كي درت بيناتهم نشا حليتهم بالطريقة هذه، جت طريقة سهلة ماهلة. شوفوا البنات وشوفوا كي حليت يعني الحجم نتاعهم يعني الدوبل، يعني الحجم نتاع الوحدة الدوبل نتاع البلاطو. نجي هنا نجيب البلاطو تاعي هذا 35/10، ندهنو بالسمن من الجوانب نتاعو والبارتير تاعو. البنات شوفوا معايا نجيب لاباط تاعي اللي حليتها او الورقة الاولى نتاع البقلاوة، نلبسها للبلاطو بالشكل هذا، نليسيها مليح مليح، نحي هاك الجوانب. البنات هنا راهي الورقة الوحيدة تعطيك 2 طبقات، انا اكتفيت ورقة واحدة عطتني 2 طبقات والباقي فضلت لي لاباط البنات. شوفوا دوك نوريكم الطريقة كيفاه الورقة الواحدة ندي منها 2 طبقات. هنا البنات درت الطبقة الأولى الورقة الأولى ودهنتها بالسمن وصبودريتها بالنشا. نزيد البنات شوفوا هنا كيفاش الطبقة الثانية درت الربع نتاعها من الطبقة الثانية وزدت ضفت لها. شوفوا البنات ومازال كاين، يعني تقدري ديري حتى 6 ورقات. انا البنات مبازي على فارس اكثر من ورقات، 5 ورقات يعني فيها كفاية. شوفوا البنات الورقة هذه الورقة الثالثة درت النص نتاعها ورايحة. شوفوا البنات نزيد ندير النص نتاعها يعني 4 ورقات. هنا نفس الحكاية ندهن بالسمن ونصبودري بالنشا، ونجيب الكوبات البنات ونحي ونشا البنات كي يتلاقى مع السمن ويلصق لي في البلون دو طرافاي راني نمسح ونعاود. مي هذه هي كواليس الحلويات البنات. شوفوا هنا البنات خليته يرتاح كيما قلت لكم درت له سنان. هنا البنات كيما نعرفوا نحنا الكاوكاو هذا الاحمر الشكل تاعو يجي كيما البندق، باش نكهو البنات وتبان لك النكهه نتاع البندق ونديري لا فارس بندق. جبت قيس بوشون هكا نصف بوشون من لاروم نتاع البندق وحليته بشويه مزهر البنات. شوفوا هذه راهي لاروم تاع البندق، كيما كاين اللي يدير لاروم تاع اللوز انا درت تاع البندق، جا فيها واحد الجو بسم الله ما شاء الله انديري مخدومه بالبندق. كملت لافارس نتاعي البنات، ما رصيتش فقط عمرت البلاطو تاعي مليح وستفته مليح مليح باش ما يجيش جهه عاليه وجهه واطيه وخليته على جهه.
درت 5 ورقات وفوق منهم لافارس. نجو لهنا للربع ورقات اللي بقوا، نحلهم كيما حليت الرابعة الأولى. شوفوا البنات قاعدة نوريكم في الخفة نتاعها، نحطها فوق عفوا فوق الحشو، وندير السمن ونصبو بالنشا، ونزيد نفوت عليه هكا باش ما يجيناش هكا فيه الكعابير هكا. شوفوا البنات نزيد نحي، هذه كنا الطبقة الأولى فوق الحشو. شوفوا البنات يعني البولة الواحدة دارت لي طبقة، ورايحة تزيد تدير لي طبقة أخرى. ها هي البنات قدام عينيكم، درت بها طبقة وزدت. شوفوا البنات وقسمتها، ورايحة تدير النصف الثاني طبقة ثانية من بولة واحدة. على هذا قلت لكم في الأول رايحين تتسائلوا تقولوا 8 بولات، 4 من تحت و4 من الفوق، كيفاش هذه؟ ها هي البنات درت 5 من الأسفل ورايحة ندير 5 الفوق، يعني بولة واحدة نحلها نقسمها على زوز وندير منها زوز تاع طبقات. أنا البنات كملت ال5 طبقات ومسحت البلون دو طرافاي نتاعي. وش عذبني هذا كان شاء مع السمن والدنيا باردة وبردلي. المهم والله المستعان. المهم البنات الواحد يفرح روحه ويفرح وليداته وعيد لا يقطعها، وسنين دايما ان شاء الله يا ربي حناني. قلتلك من اليوم هذا شارجي على الاخر. تخيلوا البنات كنت مديسيدي يميني زي واحد هكاكا ويعيط لي المسيو ويقول لي جبت لك الكمونية. تخيلوا على قديه، على 4:30. والانسان يعني والواحد يظهر حاصل باش نحكي لكم نهار اخر نهار رحت نطلب في ربي يا ربي حناني العيد يجيب السبت باش نكمل اموراتي الكل. والحمد لله عطاني ربي الاعانه. طيبت فطوري وبستيكيت الكاطو نتاعي يعني ودوشت وليداتي والحمد لله الحمد لله وصمناه الحمد لله بالصحه والهنا الحمد لله يا ربي. البنات هنا عندي هذا المول، جهة فيه تراساج حبة مقروضة وجهة فيه تراساج تاع كارية هكا. أنا حبيت نديرو على شكل مقروضة. الكارية هاو ديجا من الفوق والديسان تاع المقروضة من تحت. البنات هنا متروحوش تطبعو بيه ديريكت، فقط تراسو كيما راني نتراسا أنا. ومن بعد جيبي الموس وابدي قصي حتى للأسفل البنات. هنا راح نعطيكم استيس. اول حاجه المول هذا او اي مول راهو الكوان تاعو يخرج السمن ويخرج العسل. واش راح ديري هنا اختي؟ صحيح تراسي الحبات نتاعك وقصيهم كيما راني نقص فيهم انا. ميك تجي الحواشي قصيهم ميكي توصلي للكوانات تكون وريلك. انا قصيت البنات حبيته كله. شوفوا هكا نوريكم في التوريق مازلت ما طابتش كيفاش باينه مورقه. هنا البنات راح نوريكم بالموس. ما تروحيش بالموس هكا وتقصي، لا خليها كادر. البقلاوه تجي في الوسط ولا الحواشي والحاشيات نتاعها يكونوا كيما الكادر هكا حاميينها. ما تروحيش تقصي هكا الحاشيه هكاك وتخرجها على الكوان هكا تاع البلاطو. راح تخرج معاك السمن والبقلاوه ما تديش كفايتها من السمن، وراح يتنحى لكم يخرج معاكم العسل وما تتشربش مليح عسل. لهذا البنات اقتدوا بهذه النصائح وبليزاستيس هذوما صدقوني راهم مفيدين ياسر. البقلاوه نقصوها في الوسط ونديروا لها كادر، ما نخلوش السمن والعسل يخرج. البنات هنا هاي في الفور بدات تطيب البنات من تحت. وشوفوا كيفاش بداك الفيوطاج يبان. انا قاعده نوريكم في الفيوطاج. شوفوا راهي مازالت يعني في البدايه تاع الطياب تاعها. هنا البنات بدات تنشف. نوريكم في الفيوطاج جد مورقه ومقرمشه بسم الله وما شاء الله. والبنات انا رايحه نعسلها كيما باش تعرفي البنات حاجتك باللي راهي ديجا سي بون. انا البنات نوريكم في الطواق نتاع الحبات والطواق نتاع الباغوا. ما حبيتش نحذف الصوت تاع المقطع هذا.
باش البنات تسمعوا كيفاه تعود تتعسل كيما قلب اللوز. شبعتها البنات بالعسل مليح مليح وما خرجليش العسل على الجناب. هنا كتزيين حبيت نديرها رويال. عندي هنا 3 انواع من المكسرات، عندي لاكاجو، عندي اللوز، وعندي الجوز، وعندي البنات سيريس كونفي وفريز كونفي البنات. هذوما فضولي من البقلاوة، عفوا من مرقة حلوة. شتي العسل البنات اللي فضل لي هذاك في الكاسرونة، حطيته سخن مليح وضفتلو المكسرات هذه. ولا كيما لاجولي هكاك لي يدهنوا به البقلاوة باش تقعد لابريونس محافظة على لابريونس نتاعها. ندخل حبات البنات، حنا حبيت ندير حبة كاملة تاع جوز، مي جتني كبيرة. واللي درت البنات حبة أكاجو وحبة لوز ونصف حبة تاع جوز. هنا البنات راهي فريز، هذه كونفي فريز صغيرة، ندخلها حتى هي في العسل هذاك. شوفوا البنات راهو عسل يتلاصق. وزينتها كيما هكا، درت لها 3 انواع نتاع مكسرات وفريز، واحدة درت لها الفريز كونفي وواحدة درت لها السيريس كونفي. البنات هنا والبقلاوة في حلتها الأخيرة كما قلت لكم، هذه ليلة 29 من رمضان. واللي تنغسل في الكمونية ونخدم في كسرة الكوشة. البنات دوك نشاركها معاكم. وهذا حليب أوبي خدمته حتى هو دوك نشاركه معاكم. يخلونا في الفيديو تاع البقلاوة. شوفوا بسم الله وما شاء الله، كل ورقة تحكي مع أختها. لا فارس كيفاه راهي شارجي وعالية بسم الله وما شاء الله، ومعسلة حتى للقلب. ديكوراسيون تاعها من الفوق رويال بسم الله وما شاء الله. شهيدكم في الجنة. وإن شاء الله البنات تجربوا طريقة البقلاوة نتاعي وراح تعتمدوها، واثقة من كلامي. شوفوا البنات نوريكم في التوريق كيفاش مورقة في العسل، كيفاه راهي معسلة ثقل هكا قوامها كيفاش جت مليحة البنات. هذا حليب أوبي كنت درتو بالحليب والبنان والشوكولا والياغورت شوكو، وزينتو بشوية نتاع شونتيي. في عائلتي كاين اللي يحب الشونتيي واللي ما يحبش، المهم ندير ليه مشاويه مخواتاتي. والحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا مباركا على نعمة الصحة يعني، ونعمة يعني الأشياء الإنسان يعني اللي عنده. الحمد لله يا ربي على كل حاجة. وقدرني ربي وفوت رمضان على خير، وشهيت راجلي وشهيت وليداتي والحمد لله، وصليت صلاتي وقريت قرآني الحمد لله الحمد لله. يعني نعمة ما كانش ما أحسن منها صدقوني. وخدمت قطوية الحمد لله يا ربي، وشاركت معاكم كل التفاصيل نتاع الحلويات ونتاع الميني تاع رمضان. وإن شاء الله البنات نشارك معاكم العيد. هنا البنات ما حبيتش نجيب كعبة كبيرة، قلت عليه نفزدها. هيا نجيب لكم حبيبة صغيرة صفية، المول الأسطوري عطاني 14 حبة مع 2 حبات نتاع نقولوا نحنا الحاشية هكا. جبتها هي وقسمتها معاكم. شوفوا البنات، شوفوا كيفاه معسلة حتى للقلب. شوفوا هاك الفيطاج وما تقولوش راهو يابس، راهو البنات يتقرمش وفيه هاك القوت تاع الذوبان كيما القراقش هكا. شتي القراقش كتعود مقرمشة وما تذوب في الفم. شوفوا لا فارس البنات، شوفوا نحط صبعي تفتفت معايا بسم الله وما شاء الله. شهيتكم في الجنة البنات وإن شاء الله تعجبكم. أنا البنات جبت لكم حبة كاملة وحبيت نوريكم القوام نتاعها، الارتفاع نتاع لا فارس، وهيك لا كولير نتاع الكاوكاو وكتبقوا تلقوا يعني بالقوت تاع البندق. شوفوا من الفوق كيفاه راهي الحبة مزينة رويال بسم الله وما شاء الله.